السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيت 6 ابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنشرح مع بعض أول درس في الوحدة الثانية، شبه الجزيرة العربية قبل وبعد ظهور الإسلام. شبه الجزيرة العربية دي اللي هي السعودية حاليا، أو المنطقة اللي بعد البحر الأحمر بالنسبة لنا. هنتكلم فيها عن أحوال العرب في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام. العرب دول، طب أنا قلت ليه عرب؟ لأن هم كانوا بيتكلموا اللغة العربية. طب أحوالهم إيه قبل ظهور الإسلام؟ تعال نشوف. أول حاجة الحياة السياسية، نظام الحكم عندهم يعني كان ماشي إزاي؟ تعال بقى أقول لك إن كان نظام القبلي هو النظام السائد، هو النظام المنتشر في شبه الجزيرة العربية. يعني ايه قبلي؟ يعني كانوا هم عبارة عن قبائل، ولكل قبيلة شيخ يحكمها. فلما تحصل مشكلة ما بين اتنين، مين يروحوا لشيخ القبيلة يحل لهم المشكلة. فطب كان النظام القبلي هو النظام السائد في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام بسبب الحروب والخلافات بين القبائل. هي كانت عبارة عن قبائل، وكانت كل قبيلة مع نفسها. أنا مش هننضم كلنا مع بعض، فأنا هروح للشيخ بتاعي. ومن أشهر القبائل في ذلك الوقت طبعا قبيلة قريش. قبيلة مين؟ قريش. طب هو يعني إيه قبيلة؟ كلمة قبيلة هي جماعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد. يبقى جماعة من الناس ينتمون إلى أصل واحد ونسب واحد، ولهم عادات وتقاليد مشتركة. يبقى كده قبيلة. طب يعني إيه نظام قبلي بقى؟ هو نظام يتكون من قبائل متفرقة، لكل قبيلة شيخ يحكمها. يبقى ده نظام قبلي. طب نتكلم على الحياة الاقتصادية. الناس دي كانت شغالة في ايه؟ طبعا اقتصاد لما جاي اتكلم عليه يعني زراعة، صناعة، تجارة، رعي. طب تعالى نشوف هم كانوا شغالين في ايه. عرف سكان شبه الجزيرة العربية عديدا من الحرف والأنشطة الاقتصادية، منها أشهر حاجة عندهم كان راعي الأغنام، وهي أكثر الحرف انتشارا في الوطن في شبه الجزيرة العربية. نتكلم على الصناعة. تميز العرب بصناعة السيوف، كانوا شاطرين جدا في صناعة السيوف والرماح والأواني الفخارية. طب بالنسبة للتجارة، بما تفسر ليه عمل العرب في التجارة؟ ليه اشتغل العرب في التجارة؟ وكان أهل مكة طبعا أعظمهم مكانة تجارية. بص معايا يا سيدي، أهل مكة كانوا بينظموا رحلتين كل سنة، رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء. رحلة في الصيف تروح، أو خلينا في الشتاء الأول، رحلة في الشتاء تروح لليمن، تطلع فوق، رحلة الشتاء تنزل تحت تروح اليمن. أما رحلة الصيف تطلع فوق تروح الشام. فاشتهروا بالتجارة لأنهم نظموا رحلتين كل سنة، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. طب الحياة الاجتماعية لشبه الجزيرة العربية، المجتمع كان عامل ازاي؟ كان المجتمع في شبه الجزيرة العربية ينقسم برضه إلى طبقات مختلفة. يعني مجتمع طبقي. أول طبقة هي الأغنياء، وتكونت من التجار وأصحاب الأراضي وأصحاب المراعي، دول الطبقة الغنية. طب تاني طبقة صغار بقى التجار والحرفيين، الناس الصناع الصغيرين دول. طب تالت طبقة طبقة الفقراء والعبيد. كان الناس يعيشون في قبائل لها عادات وتقاليد متنوعة، وتميزوا ببعض العادات، منها العادات الحسنة ومنها العادات السيئة.
يعني ايه عادات؟ افعال اعتادوا القيام بها في حياتهم، كانوا بيعملوها. طب تعال نشوف العادات الحسنه زي الشجاعه، الكرم، الصبر، والوفاء بالعهد. حتى لو اداك كلمه واداك عهد لازم يوفي بيه. اما العادات السيئه مثل وأد البنات. يعني ايه وأد البنات؟ وأد البنات هم دفن البنات احياء. كان في عاده سيئه قوي عند العرب، ان انا اول ما اجيب بنت اتضايق، دي بنت، دي هتجيب لي العار، دي مش عارف ايه، لا، يروحوا واخدينها وايه ودفنينها وهي حيه. فدي اسمها وأد البنات. طب انا ليه بقول كده؟ ليه بقول هتجيب لي عار والناس ما كانتش بتحب البنات كده؟ لان كان في عادات سيئه جدا منتشره زمان، فيعني مش هنخش في التفاصيل، بس ما كانوش يحبوا البنات يعني. عندهم عادات تاني زي الاخذ بالثأر، الطار يعني، او شرب الخمر، ولعب الايه الميسر. يعني ايه لعب الميسر؟ ان هم يلعبوا على فلوس، وده طبعا حرام. حياتهم الدينيه، خلي بالك ان شبه الجزيره العربيه كانت مهدا لكثير من الديانات. يعني ايه؟ قامت فيها الديانات، ظهرت فيها الديانات والانبياء، منهم هود، سيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا ايه شعيب. طب ما نتيجة ان ظهر فيها الانبياء؟ عرف اهلها عبادة الله الواحد. ايه ده؟ يعني هم كانوا عارفين ان في ربنا؟ طبعا، بس مع مرور الوقت في ناس تركت العبادات وراحت تعبد ايه؟ الاصنام. بعدوا عن عبادة الله وراحوا بعض ايه؟ يعبدوا مين؟ الاصنام، اللي هي التماثيل، تماثيل على شكل انسان. يبقى عبادة الله كانت الاول، وبعد كده عرفوا عبادة الاصنام. الحياة الثقافية، اشتهر العرب بالشعر والخطابة، كانوا بارعين، يقولوا شعر، ما قاعدين فاضيين بقى يقولوا شعر، يخطبوا، ودي كانت حاجات مشهورة عندهم جدا. وكانت الأسواق مهمة جدا عند العرب. هتقول لي ماشي يا مستر عشان بنبيع ونشتري فيها؟ لا، كانت الأسواق مكانا للتنافس بين الشعراء، كل واحد يجي ويلقي الشعر بتاعه ويقول الشعر بتاعه ونشوف مين اللي يكسب. فكانت الأسواق مكانا لتنافس الشعراء والخطباء. ومن أشهر الأسواق، ركز معايا، سوق عكاظ، سوق عكاظ، وسوق ذي المجاز، سوق ذي المجاز. يظهر الإسلام في شبه الجزيرة العربية. من كتر يعني كان لازم الإسلام يظهر في شبه الجزيرة العربية عشان يرشد الناس. كان في حاجات غلط كتير بتحصل في شبه الجزيرة العربية، بما تفسر نتيجة لما شهدته شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام من البعد عن عبادة الله طبعا، وراحوا للأصنام والكلام ده كله. فكانوا إلى حاجة لظهور النبي أو نبي، اللي هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ليرشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وينشر العدل والمساواة بينهم. خلي بالك إن ما كانش في حاجة اسمها مساواة، كانش في حاجة اسمها عدل، كان في عنصرية، كان في عبيد، كانش ليهم حقوق خالص. فطبعا يجي الإسلام علشان يساوي بين الناس. ميلاد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعال نتكلم شوية عن سيدنا محمد. اسمه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. والده عبد الله توفى قبل ولادته، يعني سيدنا محمد ما شافش باباه.
لذا ولد رسول الله يتيما. والدته هي أمنة بنت وهب من خيرة نساء العرب، أحسن من نساء العرب. جده عبد المطلب، عمه أبو طالب، زوجته طبعا هي السيدة خديجة بنت خويلد. ولد الرسول يوم 12 من ربيع الأول والموافق لعام 570، وأطلق على هذا العام عام الفيل. طب بما تفسر ليه أطلق على هذا العام عام الفيل؟ بص معايا بقى. كان في واحد اسمه إبرهة الحبشي. إبرهة الحبشي ده بنى كنيسة في اليمن، كان عايز الناس كلها بدل ما تروح للكعبة تروح عنده هو. فيعمل ايه؟ يكون جيش من الأفيال ويجي علشان يهدم مين؟ الكعبة. لأن إبرهة الحبشي حاول هدم الكعبة في هذا العام مستخدما الايه؟ الفيلة. بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ حمى بيته، لأن هو بيت الله. تمام؟ مكان ولادة أو ميلاد الرسول مكة المكرمة، والمكرمة طبعا عشان فيها مين؟ الرسول. نشأة النبي وحياته. تعالى كده نتكلم شوية عن حياة سيدنا محمد. كان من عادات بعض العرب أو من أشراف العرب من علية القوم يعني، إن هم لما يخلفوا طفل يرسلوه للعيش في البادية. يعني إيه؟ يعيش في الصحراء، مش لوحده أكيد يعني. يرسلوه عند مرضعات ترضعه في إيه؟ هناك. طب اشمعنى يودوه البادية أو الصحراء يعيش عند المرضعات هناك؟ لأن العيش في الصحراء ومع البادية ومع الناس دي يكسبهم فصاحة اللسان ورجاحة العقل وقوة البنيان. فما النتيجة المترتبة على أن عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد عند مرضعته طبعا السيدة حليمة السعدية. اكتسب منهم ايه؟ واحد، فصاحة اللسان، يعرف يتكلم كده يبقى لابق في الكلام ويعرف ياخد ويدي في الكلام. قوة البنيان، رجاحة العقل، يبقى ذكي. عاش النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مع أمه أمنة بنت وهب حتى توفيت وهو في عمر الست كام؟ سنوات. خلاص بعد ما راح هو قعد عند سيدة حليمة السعدية 4 سنوات ورجعته بعد كده. فلما عاش مع والدته عاش لغاية عمر 6 سنوات. فلما توفت والدته والدة الرسول طبعا عليه أفضل الصلاة والسلام، تولى جده عبد المطلب رعايته. ثم توفى، وكان النبي في الوقت ده 8 سنوات. طب راح فين؟ راح يعيش مع عمه. بما تفسر عاش النبي في بيت عمه أبي طالب وعمل واشتغل برعي الأغنام. بص بقى من جمال سيدنا محمد وإحساسه بالمسؤولية. لما راح عند عمه أبو طالب كان هو فقير شوية، مش قد كده يعني، مش معاه فلوس كتير، وكان عنده عيال كتير فمش هيعرف يصرف عليهم كلهم. فقال لك طب هو انا كمان بقى يعني هبقى حمل عليه. فنزل سيدنا محمد في عمر 8 سنوات وعمل برعي الأغنام. ليه؟ لكي لا يكون على عبئا على عمه. ولما كبر شوية اشتغل فين؟ في التجارة، ولقب بالصادق الأمين، عمره ما كذب أبدا. ثم تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد وأنجب منها الذكور 2 ومن الإناث 4. نزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد
عشان يبلغه بالرسالة، علشان يقول له ان انت هتبقى نبي هذه الأمة. نزل عليه وهو يتعبد في غار. بص بقى معايا، في غار هنا اسمه غار حراء. غار حراء. هتقول لي مثلا بيتعبد ايه؟ هو كان في عبادات؟ طبعا كان في. ما هو انا بقى القليل على عبادة الله، كان سيدنا محمد منهم. فكان بيروح يتعبد في الغار ده، يقعد كده ليالي كده، يقعد يتأمل في خلق الله وفي الكون بتاع ربنا. ففي إحدى الليالي نزل عليه سيدنا جبريل وهو يتعبد في غار حراء في إحدى ليالي شهر رمضان، وأخبر سيدنا محمد إن هو هيبقى نبي هذه الأمة. فطبعا عارفين كلنا يعني لما نزل قال ايه لسيدنا محمد يعني، وايه الايه اللي اتقالت يعني. ف من الهول او يعني هو سيدنا محمد ما كانش عارف ايه اللي يعني من شده خوفه والصدمه بتاعته، فجري الى زوجته السيده خديجه، فحكى لها على اللي حصل. فقالت له ما تخافش وتعالى نروح لعمي ورقة ابن نوفل، ده عم السيدة خديجة، تمام. ولما راحوا لعم السيدة خديجة ورقة ابن نوفل ده، أخبره بأنه سيكون نبي الأمة. قال له ده الوحي، ده سيدنا جبريل، ده ربنا كده بيبلغك رسالة. ما المقصود بالوحي؟ هي تعاليم صادرة من الله إلى الأنبياء بيرسلها إلى سيدنا جبريل. ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يخاطب الأنبياء أو يقول لهم حاجة يودي لهم سيدنا مين؟ جبريل. خلي بالك، اكتسب النبي عدة صفات من حرفة الرعي. طبعا الصبر، لأن هو كان بيقعد من طول اليوم لآخره جنب الحيوانات. التواضع، كان بيفضل قاعد جنبهم وينام عادي. الرحمة، لأن هو كان رحيم بالحيوانات. الشجاعة، لأن هو كان شجاع ويدافع عنه. هنا تبدأ بقى مراحل الدعوة الإسلامية، بس يعني خدت كذا مرحلة. ما كانش ينفع ان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول على طول لكل الناس ان هو ايه؟ النبي، ويبلغهم بالاسلام. طبعا في زعماء في قريش هيعارضوا الكلام ده كله. فاول مرحله للدعوه هي الدعوه السريه، قعدت 3 سنوات. وليه قلت عليها سريه؟ هو الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بلغ أقرب الناس إليه بس، دعا فيها إلى أهل بيته وأصحابه المقربين سرا. ليه سرا؟ خوفا من أذى قريش. طب مين اللي أسلم في المرحلة دي؟ طبعا على طول السيدة خديجة، أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب. فاتخذ النبي من دار اسمها دار. طب الناس دي لما دخلت الاسلام مش عايزه تعرف ايه الاسلام وبيقول ايه وبنعمل ايه. فاتخذ النبي من دار اسمها دار الارقم ابن ابي الارقم. دار الارقم ابن ابي الارقم. ايه الدار دي؟ ده دار الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ودي كانت مدرسه ليعلم فيها المسلمين. اتخذها مدرسة يعلمهم مبادئ الدين الإسلامي. طب المرحلة الثانية، خلاص بقى خلصت 3 سنين. المرحلة الثانية الدعوة الجهرية والجهر بالدعوة. ربنا سبحانه وتعالى أمر الرسول أن يجهر بالدعوة. فاجهر بالدعوة واعرض عن المشركين، مالكش دعوة بالمشركين. ما النتيجة؟ أذن الله للنبي سيدنا محمد طبعا بإعلان الدعوة بعد 3 سنوات،
من الدعوة السرية، فخافت قريش على مكانتها ونفوذها بين القبائل، خايفة، فعرضت الدعوة وقامت بإيه؟ إيذاء النبي. كانت بتأذيه، كانت بتتهمه بالسحر والجنون، إن هو يعني إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ التفاوض معه وإغراءه بالمال. طب ما عرفوش إن هم يرجعوه عن الدين الإسلامي أو الرسالة اللي هو حاملها، فقالوا له طب إحنا هنغريك بالمال، طب خد فلوس، طب خد الزعامة، خليك أنت الزعيم. لكن الرسول طبعا إيه؟ رفض. طبعا هم ما كانوش بيقولوا له مباشرة، كانوا بيبلغوه مثلا مع أبو بكر مع كده، فجاء أبو بكر يبلغ الرسول إن قريش بتعرض عليه الزعامة، فرد الرسول قال له والله لو وضعوا القمر الشمس في يميني والقمر في شمالي ما يعني في ايده الثانيه ما تركت هذا الدين. حصار. راحوا عاملين ايه بقى لما ما لقوش فايده؟ حاصروا المسلمين، اي حد مسلم احنا هنحصره، مش هنتعامل معاه وهنقطعه، ولا يشتري مننا ولا نشتري منه، عدم البيع والشراء منه. طب ما جابش نتيجه، قاموا بتعذيب المسلمين وايذائهم. رد فعل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على إيذاء قريش، حث المسلمين، يعني شجعهم على الصبر والتحمل. ثم أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. بالهجرة إلى الإيه؟ الحبشة. خلي بالك إن دي شبه الجزيرة العربية، وهنا الإيه؟ الحبشة. أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ليه؟ لأن كان بها ملك عادل يكره الظلم، لا يظلم عنده أحد. طب هو كان مسلم؟ لا، كانش لسه دخل الإسلام. وراح الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بعد كده حاول نشر الدعوة في الطائف، لكن أهل الطائف رفضوا الدعوة. راح عشان يدعوهم للإسلام فرفضوا دعوة الرسول، وأمروا صبيانهم الصغيرين بإلقاء الرسول بالحجارة حتى أدميت قدميه، حتى أدميت قدميه، فعاد إلى مكة. استمر النبي في دعوة القبائل الثانية القادمة إلى مكة، اللي هو يعني في موسم حج، في ناس بتيجي تحج، تمام؟ فاستنى عشان يستقبلهم، واستجاب له فعلا وفد من أهل مين؟ يثرب، اللي هي المدينة المنورة، ودخلوا الإسلام. لاحظ، بالصبر والإصرار طبعا نستطيع التغلب على أي صعوبات قد تواجهنا في الحياة. كده احنا خلصنا أول درس في الوحدة الثانية. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.